لما حد من الستودنتس بتوعي يقولوا لي تعبت، فانا ساعات ما بردش، وساعات بقول اوكي، اوكي فاين تمام، واكمل كلام عادي. فبحس ان الناس بتاخدها على نفسيتها، اللي هو مفيش اي نوع من انواع التعاطف خالص. هو في تعاطف بس مش في التعب اللي من النوع ده. يعني انا شخصيا ايموشنال جدا، بتأثر بأي حاجة، ويعني من نوع لا توحد مع اي حد يكون عنده مشكلة واساعده وادي انرجي كتير. انا حتى بحاول افرمل نفسي في الموضوع ده. بس في الحالة دي حد يكون بيشتغل وبيطور نفسه في الحاجة اللي هو بيحبها ويقول تعبت، طب ما ده عيب، ما انا تعبت، ايه المشكلة؟ يعني انا اصلا شايفة ان الواحد مادام محطوط على الطريق الصح، في حد بيقول له اعمل كذا وكذا وده الصح، وهو بعد كده بياخد البيزكس ويطور نفسه فبيتعب في الفترة دي، مفيش مشكلة. يعني واحد يقول الحمد لله انه لقى حد يحطه على الطريق الصحيح. في كمان فكرة ان انا بتعب في الحاجة اللي انا بحبها. يعني انا دلوقتي بطور نفسي في الخياطة، اصلا ما ينفعش اخد بيزكس واقعد على كده، ده مش صح. فكوني بشتغل في الحاجة اللي أنا بحبها وبتعب فيها، طب كويس الحمد لله. يعني يعني حاجة مش وحشة. عشان كده أنا لما حد بيقول لي آه، يعني أنا تعبت، يعني أوكي، مفيش مشكلة بالنسبة لي في موضوع التعب ده خالص. أصل الواحد جرب العكس. أنا طول الوقت أصلي بحمد ربنا على حاجات كتير قوي، بس لو هتكلم في النقطة دي هقول 3 حاجات. زي ما قلت لكم قبل كده في فيديوهات كتير، قلت انا اول ما كنت عايزه اتعلم باترون الخياطه رحت الناس مش كفء عشان يعلموني، وما طلعتش بحاجه، وكنت بسوق مسافات طويله وبحرق شغل مش في مكانه. والنتيجه ايه؟ يعني عملت بلوزه ما تتلبسش، وحتى ما حدش قال لي على فكره البلوزه اللي انت عملتيها دي ما تتلبسش، دي معموله غلط. ما خدوش بالهم من ده. فالحمد لله ان انا بعد كده اتقابلت مع تيتشر بتاعي الاستاذ احمد جمال، ربنا يديله الصحه يا رب، انا عمري ما انسى فضله عليا. آه واداني معلومات واساسيات بيزكس سليمه جدا، وبعد كده انا قعدت اطور نفسي فيها. ففكره ان انا اتحطيت على الطريق الصح بحمد ربنا عليها. قعدت بعد كده اشتغل على فكره اني اتطور في المجال اللي انا بحبه. تعبت مش هنكر، فبقول الحمد لله ان حد حطني على الطريق. طورت نفسي في المجال، تعبت في حاجة أنا بحبها، دي تاني حاجة. وتالت حاجة، أنا قدرت أفيد الناس. يعني دلوقتي أنا ألفت كتاب اسمه Perfect Fit، الدليل كامل لحردات الجيرو والكمام. الناس اللي بتشتغل في الكتاب ده ما بيقفش قدامهم أي حردة جيرو، دايما المشاكل دي خلاص بقت محلولة. لأن فعلا أنا تعبت جدا، أنا قعدت 10 سنين أشتغل على الموضوع ده لغاية لما ألفت الكتاب ده. ف قدرت اني اعمل حاجة كويسة، حاجة افيد بيها الكرة الارضية. يعني مش ده المفروض دورنا في الحياة؟ ان احنا لما بنيجي هنا في الكرة الارضية المفروض ان احنا بنعمل اضافة، نعمل خير. يعني قدرت اني اعمل جود كارما لنفسي، اساعد الناس انهم يحلوا مشكلة، واقفة معاهم حتى لو خبرتهم في المجال ده 20 و30 سنة، برضو الكمام واقفة معاهم عندهم مشكلة في حردات الجير والكمام، وانا قدرت احلها. عموما أنا عملت نسخة مجانية من الكتاب، وفي فيديوهات بتشرح التدريبات اللي في النسخة المجانية، كله بالمجان. ممكن تتواصلوا مع شيك أكاديمي سبورت تيم، هتلاقوا أرقام التواصل مع التيم في الديسكريبشن باكس تحت، وهيوروكم ازاي تنزلوا النسخة المجانية بتاعتكم، وهيبعتوا لكم الفيديوهات علشان تنفذوا التدريبات اللي فيهم. في العموم، إذا أنا لقيت حد يحطني على الطريق، وإذا أنا بشتغل حاجة أنا بحبها، واذا انا قدرت اني اعمل من خلال الحاجه اللي انا بحبها دي جود كارما افيد بيها الناس، احمد ربنا قوي. ومش معنى ان انا بحب الخياطه يبقى مش هتعب في الخياطه. انا بس عايزه اقول لكم انه احساس وحش قوي ان حد يحط فلوس في حاجه ويتعلمها غلط، وبعد كده يقعد فتره طويله يشتغلها غلط. انا قعدت كتير، يعني يمكن مش عارفه 3 أو 4 سنين بعمل هدوم من غير كمام،
عشان ما كنتش عارفة اظبط الكم، عشان الناس اللي رحت لهم قبل كده مش كفء. حتى في البيزنس، انا مره رحت لحد علشان يعلمني بيزنس. اللي انا بشتغل فيه ده اسمه الانفورميشن اندستري، ازاي صناعه المعلومات، يعني ان انا اعمل سيرفيس وافيد بيها الناس من خلال الكورسز اللي انا بقدمها. فرحت لحد المفروض انه يعلمني، طلع مش برو، مش فاهم، وعايش دور المنتور، وهو بقى اللي المفروض يقول لي هعمل ايه. وكنت بسمع كلامه جدا. استهلك من حياتي سنتين، صرف فلوس، حرق شغل مش في مكانه. وعايزه اقول لكم ان بعد السنتين دول انا بديت from scratch، من مفيش، يعني كاني ما اتعلمتش معاه اي حاجه خالص. تهيألي ان ده احساس مؤلم جدا. انا لما بديت من تاني وقعدت اذاكر البيزنس ده، عرفت ان المفترض اني اعمل كونتنت ماركتنج على يوتيوب. هو ده اللي انا بعمله معاكم دلوقتي. هو كان يبتسم ابتسامه كده، يحاول ان هو يملاها بالثقه كل ما تيجي سيره يوتيوب، ويقول لا احنا ما بننافسش على يوتيوب. كلام كان يعني عكس اللي المفروض يعلمهولي بالظبط. كان بيديني معلومات غلط. يعني ايه المطلوب؟ ان انا اسيب البلاتفورم مثلا لحد بيدب المقص في القماش وخلاص؟ هو ده الصح؟ مش منطقي. البيزنس ده محتاج كونتنت ماركتنج، محتاج الناس تتعلم طرق معينه في السيلز والاوفرز. كل الحاجات دي انا بديتها تاني from scratch. ففعلا انا دلوقتي لما وصلت لكده بحمد ربنا. في الاخر بعد ما الواحد بيتعب بيقدر ان هو يوصل. عشان كده انا هرجع تاني للنقطة بتاعت لو الواحد اتقابل مع حد كويس يعلمه، يحطه على الطريق، يظبط له دماغه خالص في المجال اللي هو بيحبه، وبعد كده هو ما عليه الا ان هو يقعد يطور نفسه. انا عارفة ان دي بروسس بتاخد وقت ومجهود وفلوس، لكن الواحد يقول الحمد لله انه اتحط من الاساس على الطريق السليم. وبرضه خدوها مني، انتوا ما تعرفوش في المستقبل ايه هي المشكلة اللي انتوا هتحلوها، اللي هتساعدوا بيها الناس، اللي هتعملوا بيها جود كارما ليكم، ايه الإضافة اللي هتضيفوها للكرة الأرضية. الموضوع على فكرة مستاهل. انتوا ما اتخلقتوش بالموهبة دي غير علشان في purpose، في سبب. التعب ده هو اللي هيوصلكم للسبب. اوعوا توقفوا، عشان انتوا في يوم من الأيام أكيد هتقدروا ان انتوا تفيدوا الناس. شكرا لوقتكم، شكرا متابعتكم، واتمنى الكونتنت يكون عجبكم. لو عجبكم please like and share، واعملوا subscribe للchannel واضغطوا النوتيفيكيشن bell. ما تنسوش نسختكم المجانية من كتاب Perfect Fit Workbook، واشوفكم الفيديو الجاي.